السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو نفسك في حاجة حلوة ومكسلة تقومي تعملي، تعالي نعمل حاجة مع بعض خفيفة لذيذة وسريعة ومش دسمة خالص. تعالي نعمل صينية كيكة من غير دقيق ومن غير سكر وكمان من غير فرن. طب ازاي؟ هقولك. هاتي بس لفة جلاش وتعالي ورايا. بس قبل ما نبدأ، لو انتي اول مرة تشوفيني، تعالي ننزل نعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله. ويلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل اول حاجة جديدة كده ولذيذة تقدري تعمليها، حشوة لبسبوسة، لجلاش، لكنافة، لأي حاجة. هنعمل كوباية لبن في حلة على نار هادية على البوتاجاز. كوباية لبن، أي لبن عندك. بعد كده هنحط عليه 4 معالق دقيق سميد، اللي هو دقيق البسبوسة، ويكون دقيق من عند العطار مش اللي جاهز. عندك الجاهز مفيش مشكلة، ده شغال وده شغال. هنسيبه على النار شوية كده على نار هادية، وبعدين نضيف له السكر. والسكر هنا بتحبيه مسكر، بتحبيه دلع، بس هنا افضل ان انت تزودي السكر شوية عشان الكيكة دي مش هنسقيها بشربات، فهو السكر اللي في الحشوة هو ده اللي هيسكرها. تعالي بقى على نار هادية، بنسيبها كده مع التحريك كده والتقليب شوية 5 دقايق. أول ما الاقيها بدأت تغلي بضيف لها معلقتين قشطة، بس قشطة بقى من وش اللبن، قشطة جاهزة، قشطة بلدي، مفيش مشكلة اللي تحبيه واللي عندك. هنقلبها بس كده شوية، وخلي بالك لازم النار تكون هادية لحد ما نلاقي ان القشطة دابت كده تمام. الحشوة جاهزة معايا، هتلاقيها خفيفة ما تقلقيش، هي بعد ما بتبرد بتتقل لوحدها. كده الحشوة تمام. نركن الحشوة على جنب. هناخد بقى صينية وهندهنها بسمنة على زبدة، سمنة على زيت، يعني مش هتفرق. المادة الدهنية اللي انت بتحبيها هي اللي هنستعملها. لفت بقى جلاش، وتكون حتى الجلاش كده لو جه معاكي مثلا مقطع شوية، او كانت اللفة في الفريزر عندك بقالها فترة، برضو شغالة معانا. هنقسم لفة الجلاش لجزئين. النص الاولاني هيبقى فوق، والنص التاني هيبقى تحت الحشوة. طيب النص الاول هنعمله ازاي؟ هناخد ورقة الجلاش الواحدة وهنحط نصها في الصينية، والنص التاني يكون خارج بره الصينية، عشان ده اللي هيبقى الكفر بتاع الكيكة بتاعتنا. هنفضل بقى نلف كده، نحط واحدة على اليمين، واحدة على الشمال، واحدة فوق، واحدة تحت، بحيث ان اعمل ورق للجلاش يكون لافف على الصينية كلها. لو لقيت ورقة جلاش زي دي عليها شوية دقيق كده من فوقيها، مفيش عادي، بنشيل الدقيق وبنكمل شغل عادي. برضو زي ما قلتلك هنفضل بقى نعمل كده. طيب ندهن امتى؟ بين كل طبقتين، بين كل 3 و3، يعني مش كل ورقة وورقة. فأنا بقولك الصينية دي سهلة ومش مكلفة كمان، مش بنقعد بقى مش محتاجينها تكون متورقة قوي ولا بتكون دسمة. هنفضل بقى حتى لو الورقة نصين مفيش، خلاص أنا أهم حاجة الكفر اللي بره ده، اللي هو الانصاص اللي بره طالعة بره الصينية دي، تكون تمام معايا. بعد كده اللي في نص الصينية إن شاء الله حتى أتني الورقة وأحطها، مش هتفرق معايا. بعدين بعد كل طبقتين أدهن برضو المادة الدهنية عشان برضو تبقى خفيفة وحلوة ويبقى طعمها جميل. خلصت كده بقى انا نص لفة الجلاش معايا، حطيتها من تحت. اجي بقى نعمل ايه بعد النص ده؟ اروح جايبة الحشوة معايا اللي انا عملتها. في برضو حاجة انت ممكن تحطي بتفردي بقى الحشوة في الصينية، ممكن تعمليه بالحشوة ده، وممكن تخليها سادة، يعني تعمليها جلاش بس من غير حشوة في النص لو انت ما بتحبيش الحشوة ده. بس الحشوة دي يعني اتمنى ان انت تجربيها، هتعجبك قوي ومش هتسيبيها، هتجربيها في كل ان شاء الله الحلويات اللي عندك. نحط بقى شوية سكر كده 4 معالق او حاجة، وبرده مش اقل من كده، لان زي ما قلتلك الصينية دي مش هنسقيها بشربات، فهي هتاخد السكارة بتاعتها من السكر اللي احنا حاطينه في الحشوة والسكر اللي احنا بنحطه دلوقتي. عايزة توقفي كده تمام. عايزة ترشي جوز هند، بس ده بيديها برضو نكهة حلوة قوي، شوية جوز هند. عايزة تحطي مكسرات، عايزة تحطي زبيب، عايزة تحطي من غير حشو خالص زي ما قلتلك ينفع تحطيها، تعمليها جلاش بس سادة كده من غير حاجة لو انتي بتحبيه سادة. ده بقى على حسب ذوقك وحسب رغبتك وحسب اللي ولادك بيحبوه. خلصنا كده الحشو بتاعنا. نبدأ بقى نرص النص التاني من الجلاش، برضو الورقة نصين، ونبدأ نحطه على الحشوة. بس دلوقتي بقى ما اضغطش عشان انا حطيت الحشوة والحشوة دي طرية.
هبدأ برضو بين كل طبقتين وطبقتين نبدأ ندهن زي ما انتي شايفة كده بالظبط. والافضل هنا في المادة الدهنية انها تكون سمنة على زيت عشان تكون خفيفة وما تكونش دسمة قوي. وبتحطي حاجة بسيطة مش كتير. بعد بفضل بقى احط طبقة في طبقة كده وانتي شغالة كده. ما تنسيش بقى ذكر كتير ان شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله. كل الحاجات دي ما تتعمل بحب وبذكر ربنا وتدعي لولادك بيطلع طعمها مختلف تماما. حتى لو عملتيها بنفس الطريقة كل مرة نفس المقادير نفس كل حاجة، بس مرة ذكرتي فيها ربنا ومرة التانية كنتي مستعجلة او كنتي مش فاضية او بتتكلمي في التليفون، بيبقى الطعم مختلف تماما. ولو كملت الفيديو معايا لحد هنا ما تنسيش بقى تعملي اللايك. دلوقتي بقى انا كده خلصت النص التاني بتاع الجلاش. نبدأ بقى نقفل الكيك بتاعنا على الحشو. نقفله ازاي بقى؟ نبدأ بأول طبقة انا كنت حطاها ونقفل كده ونلف معانا الصينية، وبرضو ما نضغطش عشان احنا عارفين ان احنا عاملين حشوة طرية فيها. نضغط كده نقفل كده اسفل طبقة في طبقة لحد ما يتقفل معانا كله. طيب خلصناها ندهن برضو عشان الجلاش ما ينشفش مننا وعشان برضو يبقى مورق وحلو. وبرضو زي ما بقولك مش هيطلع دسم ان شاء الله، ده هيطلع حلو قوي. والطريقة دي مش هتاخد منك بالظبط 10 دقايق، مش زي بقى ما تلفي ورقة في ورقة وتدهيني بين كل ورقة وطبقة وطبقة. دي ما بتاخدش حاجة ولا هتحتاج انك تشغلي فرن عليها. تعالي بقى دلوقتي خلصناها نعمل ايه؟ يلا على البوتاجاز من فوق. ولا هتحتاجي كمان حتى تحطي تحتها حاجة، بس هي على نار هادية وتحطيها على البوتاجاز وتغطيها. طبعا لازم الغطا يكون على قد الصينيه، انا كان الغطا بتاعي صغير شويه. وتسيبيها. تعالي بقى على جنب كده في نفس الطبق اللي كان فيه السمنه هنحط كوبايه لبن مع 4 معالق سكر. وليه اشمعنى 4؟ برضو اللي يعجبك تقدري تزودي او تقللي حسب ما انت بتحبي. هندوبهم كده شويه مع بواقي السمنه اللي كانت موجوده كده تمام. هنركن الطبق ده على جنب. نبص بقى على الصينية بتاعتنا لما نلاقيها بدأت تحمر من تحت وخدت اللون الذهبي الحلو زي ما انت شايفة معايا كده بالظبط. نبدأ بقى نقلبها على الوجه التاني. بتحطي طبق او بتحطي صينية وتبدأي تقلبي الصينية على الوجه التاني زي ما انت هتشوفي معايا كده. وما تقلقيش هي ان شاء الله بتتقلب معاكي بسهولة خالص وما بتقعش ولا اي حاجة. وبعدها زي ما انت شايفه النار بتاعتي هاديه ازاي عشان الجلاش اصلا خفيف وما بيستحملش. يدوب 7 دقايق بالظبط على كل وجه وبلاقيها كده شكرا. نبدا بقى نسقيها باللبن والسكر اللي احنا عاملينه ده على جنب. لو انت بتحبيها طريه غطيها بقى في الوقت ده وهي لسه دافيه. بتحبيها ناشفه يبقى ما تغطيهاش. انا بقى بصراحه بحبها ناشفه انا واولادي فما غطيتهاش. ودلوقتي بقى شكلها زي الكيكه بالظبط، ولا دقيق ولا سكر كتير ولا حتى فرن ولا خدت وقت ولا اي حاجة. عملناها بالظبط في 10 دقايق وسويناها على النار من فوق. تطلع بقى الخرطة بتاعتها جميلة مورقة خفيفة ما فيش فيها اي دسم. دلوقتي انا خلصت الفيديو. لو عجبتك الوصفة تقدري بقى تعملي لي لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصل لك كل جديد ان شاء الله. والف هنا على قلبكم.